السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني بجد والله. النهاردة طبعا حضرت الفطار كده زي ما انتوا شفتوا عشان اوديها الحضانة. وهنا بقى كنت خلاص جيت. كنت طبعا شايلة الكسوة والحاجات دي كلها بتاعة الركنة، غسلتها. والفترة اللي كانت مغسولة فيها عايزة اقول لكم ان الحاجة اتهلكت. بجد والله بحمد ربنا ان انا كنت اول ما جبت الركنة كنت عامله لها الكسوة بتاعتها والحاجات ديت، ان العيال هلكوها خالص. وزي ما انتوا شايفين بقى المنظر. والله يا جماعة انا مش عارفة اقول لكم ايه، مكسوفة والله من منظر الشقة. بس والله كل يوم بروق بس عشان خاطر بقى المخدات مفكوكة وكده، والمنظر طبعا مش لطيف خالص. عايزة اقول لكم انا تعبانة جدا. الشتاء، طول ما الشتاء ببقى تعبانة، البرد والحساسية وكده ببقى تعبانة قوي. والله بعمل حاجة بالعافية مكنتش قادرة. طبعا الواحد غصب عنه عشان معاه عيال. لازم غصب عنه ان هو يقوم ويعمل الحاجة ويرتب البيت. اي نعم هما بيوسخوه تاني، بس طبعا عشان راجل طبعا يعني جوزي ما يجيش يلاقي المنظر دوت. فبيبقى غصب عني، مع اني والله قمت النهارده ما كنتش قادره خالص، تعبانه تعبانه قوي. ربنا يعني يا رب. بجد احنا الامهات، يعني انا ما كنتش بحس بنعمه امي الا لما راحت مني بجد. فالامهات فعلا كل حاجه في الدنيا. مهما بيتعبوا ما حدش بيحس بيهم. تعبانة مش تعبانة لازم تقومي وتعملي. غير الراجل لما يبقى تعبان انت كمان بتشوفيه تعمله حاجات سخنة مش عارفة ايه. انا بجد كنت تعبانة قوي ومش قادرة اقف اعمل حتى كوباية ليمون، تعبانة ومش قادرة. كنتش حتى هنزل اودي الحضانة، ما كنتش قادرة. بس قلت لا حرام، هي كده كده هتقعد وتتعبني. فلا بلاها اصلا ان هي تقعد، خليها تروح تستفاد احسن. وكمان تاخد الواجب عشان ده طبعا بكرة الجمعة وكده، فتبقى ايه، تقعد تذاكر يعني وكده. بس وديني بقى اهو بروق. وعملت كمان اكل النهاردة. إيه مش زي كل طبعا زي كل خميس ما بعوداكم، انا طبعا بعمل بقى حاجات حلوة وكده. بس انا كنت عامله لهم كيك امبارح، ما كنتش طبعا قادرة اصور ولا قادرة اعمل حاجة. وقضوه النهاردة برضو، كان في حاجة حلوة وحاجات وكده. هو خميس غير خميس بصراحة يعني. الحمد لله يعني جوزي آه، معودهم ان هو لازم يخش عليهم بحاجات وكده، فهم على طول كده. بس انا بحاول ان كل خميس يبقى مختلف. بس طبعا انا النهارده تعبانه جدا جدا، مقدرتش اعمل حاجه. فيا دوبك بس روقت كده وعملت الاكل عشان يجوا يتغدوا. وحتى عملت حاجات كده، يعني عملت حاجه كده بسيطه عشان مش قادره اقف في المطبخ كتير وكده. بس هنا بقى بصوا كنت بمسح بقى اسمها ايه، والله ما قادرة، ما علينا. الجزامة، افتكرت. هنا بقى بصوا الغسيل طبعا ده كان مغسول بقى. بروح بقى افضل المه وافرش بقى برضو واعمل الصالون هو كمان، ان كنت شايلة كل الفرش بتاع كله. لمار بجد نفسي انزلها مع اختها، اللي مغلباني جدا جدا. هلكتني بجد. بصوا عمالة تطلع وتنزل وتنزل وتطلع. يا رب بقى ايه تشوفوا الفيديو وتفعلوا الجرس كده، تشتركوا في القناة وتشجعوني. ان انا بجد بتعب عشان خاطر اصور لكم الحاجات ديت، فمتبقاش سهله زي ما انتوا شايفينها. فريتني تدعموني وتشجعوني، اني لما انتوا بتشجعوني حتى لو انا تعبانه او في اي حاجه، ببقى بصوا عايزه انزلكم باي طريقه بسبب الدعم بتاعكم، بسبب اللايك، بسبب التعليقات، الحاجات دي كلها بجد بتفرحني جدا. بكون مبسوطه، بحس ان فعلا في حد بيبقى بيتفرج عليا، في حد مهتم ان هو انزله فيديوهات عجباه الكلام ده كله. بس فالحاجات دي كلها بتشجعني.
وطبعا انا هكبر بيكوا انتوا، مش بحد تاني. فلو انا ما عجبتكوش ومش حابيني، اكيد طبعا مش هكبر وكده غير بيكوا. يخليكوا كده ليا، ودايما كده مفرحيني. ودايما يا رب احاول على قد ما اقدر ان انا اقدم لكم حاجه كده تبسطكم، حاجه تفيدكم على قد ما بقدر. لو في اي حاجه انتوا مثلا شايفينها مش عاجباكوا او كده، يا ريت تقولوا لي في التعليقات وتعلقوا. والتعليق الجميل بتاعكم دوت بيفرحني بصراحه. طبعا النهارده الخميس، وانا طبعا قلت بالمره بقى عشان مش هقدر اعمل حاجه بكره، ان انا عملته ده كله بكره، فقلت بقى بالمره اعمل كله مره واحده واخلص. فانا ما مسحتش، انا لمعت كده تلميعه حلوه وخلاص على كده. بس المره دي بقى جيت فرشت الركنه، قلت لازم اعملها، اغير بدل ما تبقى رمادي ومستردة وكده، فقلت لا اعمل الاتنين مستردة الفرش يعني. فحسيت ان شكله كده حلو. لما اجي برضو اغير بقى يعني على الاسبوع الجاي كده ولا حاجه، اغير برضو اللي هو اسمها ايه الرمادي، فبرضه هتبقى حلوه. وقولوا لي يعني هي كده واحده وواحده حلوه، ولا هما الاتنين مع بعض احلى؟ بصوا انا هنا برضو بغير، بمسح قصدي البلاط برضو اللي باين وكده. عايزه اقول لكم ان مفيش اصلا اي حاجه في السيراميك، عشان زي ما انتوا عارفين انا ايدي كل يعني على طول فيه، فاللي هو مفيهوش حاجه. بس برضو الواحد ممكن يبقى مش شايف حاجه، برضو يلمع احسن كده. انا طبعا يعني الوقت ده كله ما كنتش ما عملتوش مره واحده. يعني الحاجات دي كلها ما عملتهاش مره واحده، انا عملتها على كذا مره، ان انا الوقت كان بيجري معايا عشان طبعا الحضانه وكده. فنزلت جبت بنتي وبعد كده رحت رجعت كملت، ان انا مش الوقت عندي ضيق جدا. بس فنزلت جبتها، كنت طبعا حضرت الاكل ورحت جبتها، وبعد كده جيت سويت بقى الاكل. فما بلحقش اعمل كله مره واحده. بس بس بقى كده انا كده كنت خلاص بقى روقت كل حاجة، وخلاص اني بقيت نضيفة. ورب بقى تفضل كده، ان بجد الواحد تعبان وهلكان مش قادر يعمل اكتر من كده. بس كده بقيت زي الفل اهو، عشان بكرة الجمعة بقى تبقى الدنيا كده حلوة. هنا بقى نخش. بص كنت جايبة نص كيلو دبابيس، قلت على قد الغدا. وجبت رز وجبت شعرية، وكنت عندي رحت جبت نص كيلو اللي هو شوربة خضار. وكان عندي برضو كيس قبل كده بتاع شوربة خضار. وهنا القوطة كنت مقطعة في الخلاط بصل وقوطة والتوابل، حطيت فلفل اسود وملح وكمون وبهارات الفراخ وشوية جوز الطيب. وبس كده، وواحدة ماجي وخلاص. هفضي ده على دوت عشان طبعا يعني مش هسيبها. وبعد كده بقى هاخد القوطة، هنزل شوية شوية على الدبابيس، وشوية هنزل على الطاجن. عايزة اقول لكم في ناس ما بتاكلهاش مثلا في شوربة خضار. لو انت جربتيها عملتيها طاجن تولي، يعني ده اسمه اصلا طاجن تولي. خلاص. بيجمع كل احلى حاجة فيه ان هو بيجمع كل الخضروات اللي انت ممكن ما كنتش بتاكليها. يعني الكوسة، البسلة، الجزر، فاصوليا، الحاجات دي كلها ممكن يبقى الواحد ما بياكلهاش اصلا في العادة. لكن لو انت عملتيها كله هتلاقي الطعم اصلا مختلف خالص. بص انا بحاول ان انا اقلب عشان كله ينزل مع بعضه ويدي الطعم يعني. انا مش عارفه اتكلم معلش، فاعذروني يعني. بص هنا جبت شويه ميه بقى وهقلب كده عشان كله ياخد نفس الخليط. وبعد كده بعد ما هقلب هنزل بقى بايه، بشويه الطماطم اللي في الدبابيس في الوش كده. بقى مش هتكتري قوطه يعني، انا كنت جايبه بتاع نص كيلو كده مش كتير ومخدتهمش كلهم.
بصي بقى كده، بس كده تاخديه بقى وتحطيه في الفرن. وعايزه اقول لكم بجد والله طعمه كان تحفه، كان حلو قوي 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 قوي. انا عندي لعبه يعني ما بحبش شوربه الخضار قوي، بس كانوا هنا. كان طعمه حلو قوي. بصوا بقى هنا بعد ما طلع، بصوا كان عامل ازاي، كان شكله حلو قوي. واكله كده بسيطه وسريعه، متاخدش في ايدك وقت، وفي نفس الوقت مفيده لعيالك، يعني ما ياكلوش اي اكل وخلاص، اللي هو على قد ما تقدري انت تعملي حاجات مفيده لعيالك. بس بصوا عايزه اقول لكم ان الفراخ كانت مستويه جدا وحلوه، وطعمها واخد من الطبيخ وطعم بقى طبعا ال... التولي فيها، يعني مش عارفه اوصف لكم بصراحه. بس انت كده بس هتجربي كده. مش هتصرفي برضو كتير، يعني لو جبتي نص دبابيس على نص تشكيلة خضار كده، هتعملي في الاخر طاجن كده تتغدوا بيه، حلوة قوي. وخفيف مش تقيل. بس وكله ني في ني، يعني مش هياخد وقت معاكي، مفيش اصلا وقت خالص. وفي اكياس كتير قوي بتتباع يعني الخضار بيبقى سايب كده.